إذن سيد الوزير، تابعنا في البيان شروط مجحفة أحادية. إلى أي حد تجانب هذه الشروط متطلبات القرن ال21؟ في الحقيقة هذه الصيحات الأخيرة لعدد من المسؤولين الجزائريين هي غير مقبولة، نظرا أولا للمناخ التي تعيشه منطقتنا بعد الربيع العربي وبعد يعني الالتزام المغرب ببناء فضاء مغاربي يعني واعد. ونحن على كل حال كما جاء في البلاغ اعتبرنا هذه المقاربة مقاربة خطيرة غير مقبولة، لأنها لا تتماشى مع أولا الروح المغاربية، مع إرادة سياسية قوية للمملكة المغربية لربط علاقات جديدة وقوية مع الجزائر. وكذلك كما تعلمون الساحة الدولية يعني قوامها الآن هو حسن الجوار والتعاون الدولي والتعاون بين الأشقاء والدول. وهذه المبادئ وهذه القيم لا يجب أن تخضع إلى تقلبات مزاجية. فمقاربة مغربية مقاربة بناءة إيجابية، نريد أن نبني علاقات قوية مع الجزائر، وكذلك نبني فضاء مغاربيا قوي يمكنه أن يواجه كل تحديات المنطقة. سيد الوزير، المغرب ما فتئ يؤكد على حق حرية التنقل بين الشعبين الجزائري والمغربي، فبرأيكم لماذا تصر الجزائر على حرمانهما من هذا الحق؟ في الحقيقة هناك الآن أوساط في الجزائر أعتقد لا تريد علاقات قوية مع المغرب ولا تريد تطبيع العلاقات مع المغرب. نتساءل لماذا؟ على كل حال يمكن أن نقول أن المغرب له إرادة قوية وكذلك لبناء اتحاد مغاربي قوي الذي يرتكز على قيم مشتركة، يرتكز على منطقة تبادل حر للأشخاص للبضاعات، لأننا نريد الآن في المملكة المغربية أن نتجاوب مع المناخ الجديد وللتجاوب كذلك بصفة إيجابية مع كل تحديات أمنية واقتصادية. وكذلك هناك طموحات الآن لشعوب المغرب العربي أن تبني فضاء متناسق قوامه الاحترام المتبادل، المنفعة المشتركة، والعمل سويا لخلق فرص جديدة أمام طموحات الشباب المغاربي. سيد الوزير، لعل الشرط الثالث الذي اشترطته الجزائر هو الأكثر غرابة وخطورة، هو وضع قضية الصحراء في قلب العلاقات الثنائية، ما هو ردكم؟ في الحقيقة هذا موقف جديد للجزائر، لأن أذكركم أن في 2005 وعلى أعلى مستوى تم الاتفاق بين الجزائر والمغرب لعدم ربط قضية الصحراء المغربية مع العلاقات الثنائية. قضية الصحراء المغربية تعالج داخل الأمم المتحدة داخل مجلس الأمن، وكان علينا أن نبني علاقات مغربية جزائرية تساعد على خلق فرص جديدة للتفاهم في هذه المنطقة. الآن الجزائر يعني غيرت موقفها، أن أصبحت تضع قضية الصحراء المغربية فوق كل الاعتبارات، فوق أولا العلاقة الثنائية المغربية الجزائرية، فوق بناء فضاء مغاربي، فوق بناء يعني اتحاد من أجل المتوسط. والآن هذا الموضوع يعني يطرحنا أو يلزمنا لطرح بعض التساؤلات. هل الجزائر هي تعتبر نفسها طرف معني في هذا النزاع الجهوي؟ إذا كان هذا هو موقف جزائري فيجب على الجزائر أن تشتغل بحسن نية، أن تساهم بمسؤولية في المفاوضات داخل مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية. الآن هناك محددات الذي أقر جلالة الملك مع السيد بان كيمون من خلال المكالمة الهاتفية، وهي روح التوافق والواقعية. وفي الإطار المقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يندرج في هذا السياق، فعلى الجزائر أن تساهم وأن تجلس في طاولة المفاوضات لتبحث معنا على حل سياسي توافقي كما أكد على ذلك مجلس الأمن. كذلك أريد أن أشيد هنا أن القرار الأخير لمجلس الأمن جاء منصفا
للمقاربة المغربية، وكذلك للمجهودات الأساسية التي بذلها جلالة الملك من خلال اتصالاته مع عديد من الدول ورؤساء الدول أعضاء مجلس الأمن للخروج بقرار يطلب جميع الأطراف لأن تساهم في هذا الحل السياسي. اليوم لنا قرار يطالب الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في إحصاء أولا اللاجئين والمحتجزين في مخيم تندوف. هذا طلب من مجلس الأمن يطالب الجزائر، وكذلك أن تندى الجزائر بصفة إيجابية في هذا الحل السياسي. شكرا لكم سيد الوزير على هذه المعطيات.